السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم عندي في القناه. اليوم غنقدم معكم واحد الحوته في الفران كتجي لذيذه بزاف. وقبل ما نبدا معكم الفيديو بغيتكم تشتركوا في القناه اللي ما مشتركش وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. ودابا غادي نخليكم مع المقادير والطريقه. عندنا واحد الحوته كبيره. هاد الحوته سميتها القرب، واختاروا نتوما اي حوته كبيره عندكم، وكتقسموها من الظهر وكتغسلوها مزيان وكتعصروا عليها الحامض. ودابا غادي ندوز معكم باش نعطيكم التوابل. عندنا معلقه كبيره ديال الزنجبيل، معلقه كبيره ديال الفلفل الاسود اللي هو الابزار، ومعلقه كبيره ديال الفلفل الاحمر اللي هي الطحميره، ومعلقه كبيره ديال الكركم اللي هو الخرقوم بلدي، ومعلقه صغيره او نص معلقه ديال السودانيه الفلفل الحار على حسب المذاق كل واحد. وعندنا معلقه كبيره ديال الزعتر، والزعتر كيتواتى مع الحوت بزاف، كيلذذ الحوت. صافي دابا غادي نضيف لهاد التوابل، غنضيف ليهم شويه تاع الماء، وغنضيف معلقه كبيره ديال زيت المائده. وهنا عندي الثومه محكوكه غادي نضيفها لهذيك التوابل، هاد العطريه اللي عندي. والروز سلقته، وعندي بطاطا مسلوقه نص سلقه هي والخيزو الجزر. غادي نعصر شويه الحامض على هاد الحوته. غادي نضيف القزبر والمعنوس، ولهاد التوابل غادي نضيف واحد تقريبا نص كاس تاع الماء، ومعلقه تاع زيت المائده. غنضيف معلقه تاع زيت المائده هنايا تقريبا. وغنضيف معلقه كبيره ديال الطماطم المركزه، معلقه كبيره تقريبا. وغنضيف مطيشه وحده محكوكه لهاد التوابل، وغادي نخلط الخليط مزيان باش غادي ندهن به هاد السماكه اللي عندي. صافي غادي نخلطو مزيان، ومن بعد غادي نقسم هاد الخليط الى نصفين، نصف غندهن به هاد الحوته اللي عندي، والنصف الاخر غادي نقسمو على الروز وعلى الخضر اللي عندي. وصافي، وتابعوا معايا هذا الفيديو حتى الاخير، وما تنسوش لايك وإلا عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد.
هنا حطيت فيها الطاوة، حطيت الخيزو هو الاول، من بعد غادي نحط فوق منه هاد الحوته باش غادي نبدا نعمرها بهذاك الروز اللي عندي. والروز قبل راني درت فيه التوابل، هاد العطريه فيها الطاوة. كنزيف عاوتاني هاد العطريه اللي بقات لينا هنا صافي. وعندي واحد الفليفله حتى هي غادي نحطها فوق هاد الحوت. وغنضيف الزيتون خضار والحامض مصير. غادي نضيف واحد فلفله حاره صافي. وغنضيف واحد كاس ونص تقريبا ديال الماء. وغادي نغطيها من بعد بورق المطبخ صافي باش غادي ندخلها للفران.
وغادي نخليها طيب من التحت، ومن بعد غادي نشعل عليها من الفوق. طيب وها هي كيف كتجي على هذا الشكل، كتجي رائعة وزوينة ولذيذة، وجربوها. وشكرا لكم على المتابعة، وإلى اللقاء إلى فيديو قادم. مع السلامة.